بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من أخطر وأصعب الصبات عندنا في أي موقع هي صبة الطبانات، وبالذات لو اتصبت بالطريقة اللي قدامكم في الفيديو ده. الفيديو ده عمارة في شغل أهالي في بيت الوطن في القاهرة الجديدة. فطبيعي شغل الأهالي بيختلف عن شغل الشركات. من ضمن الحاجات اللي بيختلف فيها، ودي تعتبر أكتر أو أكبر اختلاف بيكون بين شغل الأهالي وشغل الشركات، هي السيفتي. بمعنى إيه؟ صبة زي اللي قدامكم في الفيديو دي مفيهاش اي عوامل امان او سيفتي. لو بصيت كده هتلاقي ان الراجل اللي ماسك الليندا بتاعة البامب وبيصب بيمشي على الخشب بتاع الطبانات. طيب ده مش سيفتي او مش امان ليه؟ لان وارد جدا العامل اللي ماسك الليندا وبيصب وهو شغال يتكعبل في اي قطعة خشب او يحط رجله على الهواء لا قدر الله ويقع. عايز اقول لك ان الصبانه دي على ارتفاع 3 متر من الجزء الموجود خرسانه اللي هو سقف المشايه ده، وعلى ارتفاع 6 متر من الجزء اللي مردوم بالرمل. فلا قدر الله لو العامل وقع وهو شغال وارد جدا يحصل له مشكله كبيره، ربنا يسترها علينا وعلى كل العمال الصناعيه والمهندسين. في شغل الشركات او في الشغل اللي بيكون فيه سيفتي بشكل عام، صبة زي دي علشان نصبها لازم يكون في سقالة جنب الطبانة بحيث يمشي عليها عمال الصب ويقدروا يصبوا الطبانة بكل سهولة وما يكونش في أي خطورة عليهم وهم شغالين. وطبعا السقالة دي بتكون معمولة بمقاسات ومواصفات معينة بيطلبها وبيستلمها مهندس السيفتي من النجار قبل الصب.